أبشر بنا يا سعد حنا صقور السعد، وابشر بنا يا سعد ما همنا اللي قعد، وابشر بنا يا سعد حنا صقور السعد. أبشر بنا يا سعد بالوقفة الصارمية، أبشر بنا يا سعد، أبشر بنا يا سعد بالوقفة الصارمية، أبشر بنا يا سعد حنا. مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني قد عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما غرد بلبل وصدح، وما اهتدى قلب وانشرح، وما عم فينا سرور وفرح. الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر، وما تراجع الباطل وتقهقر، وما سال نبع ماء وتفجر. وصلاة وسلاما طيبين مباركين على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وعلى آله وصحبه خير أهل ومعشر، صلاة وسلاما إلى يوم البعث والمحشر. أما بعد، سلام الله يسري ما أقيمت صلاة من عباد خاشعين، وما جادت بماء المزن سحب سقى الأشجار والزرع الدفين. سلام عاطر وله أريج من الأعماق يعبق ياسمين، سلام الله نهديه إليكم مع الإشفاق ممزوجا حنينا. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد الرحمن بن ناصر آل سعود، سعادة سفير جنوب أفريقيا القائم بأعمال السفارة في المملكة العربية السعودية السفير محمد عباس خان، إعلاميين منشدين وشعراء، ضيوفنا الأكارم من الخليج، أيها الحفل الكريم، مرحبا بكم ضيفا، وأهلا وسهلا بكم ألفا ألفا، وحيا هلا بكم في حفلنا هذا، حفل صقور السعد لوجه السعد سعد. مرحبا بكم وبصحبكم الكرام، وبالجميع نقول لكم نزلتم أهلا ووطأتم سهلا. أهلا بكم، حل الضياء بحلكم، والمسك عطر أرضنا والعنبر، البدر أمسى مشرقا بقدومكم، والليل قد حل مضيئا يسفر. ضيوفنا الأكارم، نحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا، وتحمل في طياتها حبا ووفاء. أيها الحضور، طبتم وطاب ممشاكم، حضوركم شرف لنا ويضفي على حفلنا أنسا وسرورا، فبارك الله في مسعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. إنه أروع من الجمال، بل هو السحر الحلال، اجتماع هذه الوجوه الطاهرة في هذا الحفل المبارك بإذن الله.
سمعتك يا قرآن تسري تهز النفس فسبحان من أسرى. تحيا بك الدنيا فأشرق صبحها وسرنا ربوع الكون نملأها أجرا. نترككم الآن مع آيات عطرات من الذكر الحكيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. الآن نترككم مع فقرات الحفل مع الإعلامي المتميز والمتألق دائما أحد نجوم زد رصيدك 5 تركي بن محمد. Dear all, before Mr. Turki to start his speech, Allah said in the Quran, وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهَ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. The meaning of this verses, Allah said in the Quran, please work hard and Allah believe and Allah trust us to deliver our message to His messengers and believers. Dear gentlemen, on behalf of Mr. Saad Al-Subai'i fans, I would like to welcome this honored audience and moreover a great thanks for His Excellency Ambassador of the Republic of South Africa, Mr. Muhammad Abbas. Dear all, we are holding this event to celebrate our TV star Saad for his great efforts and fruitful contribution in Increase Your Points program on Bidayah channel. Dear audience, we would like to appreciate your attendance and wish you would like to enjoy the event's program. Please accept our sincere love and thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بكل خير، طبتم وطابت أيامكم بالرضا. اليوم نحن نتوج نجم ونأتي لمسيرة ونأتي لذكرى ونأتي لتسلسل أيام مضت رائعة جميلة، كانت متقنة، كانت مميزة بأحداثها، بمسلسلاتها، بقضاياها، بوقائعها. اليوم نحن نحتفي بنجمنا، لم يكن الأول ولا الثاني ولا حتى الثالث، ولكنه كسب رضاهم وفاز بمحبتهم وسكن دعواهم هناك. ولأنهم يقولون أن الشيء بالشيء يذكر، جعل من اسمه نصيب وأطلق جناحيه في تعبير هناك عن الحرية، عن الكبرياء، عن الشموخ، وسماهم صقور السعد. توجوا كل ما قدمه خلال 100 يوم بشكل متناغم متسلسل متواصل، لم يتعبوا ولم يفتروا، أحبوا نجمهم وقدموه للإعلام لما قدم في الإعلام من أشياء عظيمة ومميزة، كان لها أثر، كان لها واقع، كانت لها تلك الموهبة الرائعة والمميزة. ولأن لكل شيء قائد، ولأن لكل أمر ناجح لابد وأن نرى ربانا هناك، قائد السيناريو وقائد الأوركسترا وقائد العمل وقائد الدعم هناك. قائد صقور السعد الأستاذ سلطان بن عياش السبيعي يقول كلمة لصقور السعد. Dear audience, now a word from the leader of Saad fans, Mr. Sultan bin Ayyash. طبعا لازم نترجم عشان موجود معنا السفير جنوب أفريقيا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير
سعود بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، معالي السفير محمد بن عباس خان القائم بالأعمال في سفارة جمهورية جنوب أفريقيا، أصحاب السمو، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وأهلا بمن جاء إلينا، العز تجلى والنور حل علينا. إخوتي أحبابي، لكم ألف تحية نزفها باسم صقور السعد، لكم هدية. وباسم صقور السعد نشكر كل من ساهم بدعم سعد طيلة أيام البرنامج من شركات ومؤسسات وشخصيات. لكم حق علينا، وها نحن في يومنا هذا نحتفل ونكرم كل من وقف معنا وساندنا، وهذا هو الدعم الحقيقي والمنتظر. شكرا لكم بلسان كل من ينتمي لصقور السعد. ومن هذا المنبر اسمحوا لنا أن نشكر من مثل أهله وقبيلته وصقور السعد خير تمثيل. شكرا الشاعر سعد بن عبيد بن عياش السبيعي على حسن الظهور، وذلك أثناء مسيرة دامت 100 يوم في البرنامج الواقعي الأضخم في الوطن العربي، برنامج زد رصيدك بنسخته السادسة على قناة بداية الفضائية. أنت من قال يا صقور في سما الأمجاد حامت، إيه ربي أنتم صقور السعد، دامت الأمجاد والأفراح دامت، وابشروا باللي تبونه من سعد. ما عليكم زول. فقد قلت ووفيت بحضور قوي مؤثر طيلة تلك الفترة، وما قدمته يا سعد من إبداع وإمتاع خلال مبادرات ووقفات مع إخوانك المتسابقين، والتضحية من أجلهم يستحق الشكر والثناء. بيض الله وجهك يا بن دفنة، بيض الله وجهك يا بن دفنة يا راعي الإمارات. وقد ينطبق عليك قول الشاعر الراحل الغالي الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله، الذي قال: ترى بعض العرب فعله بروحه مثل فعل سراج، يضوي للعرب والنار في جوف المسيكين. سعد، أبدعت وتميزت وصنعت وأتقنت أحرف بجزالة ومرونة لتسقل بها موهبتك في كل موقف وفي كل موضوع ليتغنى بها السامع والمشاهد. نعم الرجل الفطن، نعم الرجل الفطن والنبيه، فقد حضرت بشعرك في كل موقف بالقرية مرحبا بالضيوف الصغير والكبير، فقد نلت على أكبر جائزة وهي كسب محبة الجمهور لك من مختلف الأعمار. أنت من أثرت بشعرك وحضورك على شخصيات مختلفة وقضايا عديدة، منها الحدث الأبرز الفلاش موب الخاص بك فلاش السعد، والذي تناولت فيه قضية المبالغة في الديات، والذي كسب مشاهدات خيالية حتى تناولتها بعض الصحف الإلكترونية. شكرا لك وكتب الله أجرك. سعد، أول الغيث قطرة، لقد دشنت منتج شاهي السعد الذي احتل الترند الأول في ليلة التدشين، ونحن في انتظار توزيعه في الأسواق على شغف. واليوم تعلن لنا تأسيس مؤسسة صقور السعد لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وفي مسيرة جديدة وحياة تسلط عليها الأضواء أكثر، والإبداع منتظر منك، وهذا ليس بغريب عليك. شكرا سعد السبيعي، شكرا لكل من دعم سعد السبيعي، وشكرا لكل من حضر حفل صقور السعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ سلطان. الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يحتاج إلى فريق دعم قوي جدا، وفريق دعم يكون للأمانة ذو نفس عالي جدا، لأن البرنامج 100 يوم وفي متسابقين من عدة أماكن ومن عدة مدن ومن عدة مواهب، فاللي قام به فريق صقور السعد للأمانة في هذا البرنامج حاجة تستاهل الإشادة الأمانة، وتستاهل التصفيق أيضا من خلال هذا العمل الجبار جدا.
من خلال المسيرة أيضا نشوف ما بعد البرنامج، يعني اللي تعودنا عليه أن نشوف النجم يكون يقدم اللي في البرنامج، ما بعد البرنامج أيضا خطط جهنمية على ما يقولون بالعامي كذا، فيستاهلون، ونتمنى التوفيق دائما وأبدا. وأيضا اللي متواجدين معنا من نسخة زد رصيدك 6 اللي شرفونا اليوم، اللي يستاهلون كل تحية للأمانة وما قصروا، بيض الله وجيههم. نجمنا اليوم عنصري شوي، في عنصرية بس عنصرية لموهبته، ما هو للقبيلة بس. فقال بما اني شاعر والله ابغى اللي موجودين يقولون الشعر والقصيد بس، ونرجع للابيات ونرجع للمعاني ونرجع للجزالة مع شاعرنا لهذا المساء والمشارك الشاعر راكان بن بدر، نسمع له تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميع. مرحبا بصاحب السمو الملكي وصحبه الكرام، ومرحبا بسعادة السفير، ومرحبا بضيوف سعد كلهم، وبيض الله وجهك يا سعد، شرفت القبيلة ومثلتها خير تمثيل، واللي يعرف ربعك آل عياش ولاد صامل مهم مستغرب طيبك. باسمي وباسم سبيع وافينا العهد، اللابه اللي في المواقف ما تلين، وجمهورك المعروف بصقور السعد اللي مواقفهم معك في كل حين، نقولها يا مرحبا وبلا عدد، ترحيبة يوصل صداها الفرقدين. يا مرحبا بحضور حفلك يا سعد، صاحب سمو واصحاب شان وداعمين، تستاهل التكريم يا شبل الأسد شبل الأسود اللي لها الخرمة عرين، آلات صاملين في الوعد. تستاهل التكريم يا شبل الأسد شبل الأسود اللي لها الخرمة عرين، آلات صاملين في الوعد. عن الرفيق وسقم حال الطامعين، عزوة فخر قدامها الكايد ركد، مواقف تبقى على مر السنين، من لابة الغلبة الحزام المعتمد مدلهين الجار. ما عليكم زود. من لابة الغلبة الحزام المعتمد مدلهين الجار، مزبان الزبين قبل تجي وزارة دفاع البلد، وحنا وزارة حرب ضد المعتدين. قبل تجي وزارة دفاع البلد وحنا وزارة حرب ضد المعتدين، وكل القبايل درع وحزام وسند، نبقى قبيلة واحدة دنيا ودين. وكل القبايل درع وحزام وسند، نبقى قبيلة واحدة دنيا ودين. مثلت ربعك يا سعد طير الهدد، تمثيل مشرف وميقاف ثمين، رجال وسنافي ومطلوخ، وبعد شاعر مطالعك تسر الناظرين. يشهد لك المحفل وكل لك شهد انك تميزت وفرقت بحاجتين، رغم التنافس ما دخل قلبك حسد، والثانية لا قلت منطوقك سمين. قد قالوا أهل العرف من جد وجد، وانت اجتهدت ونلت يا ذرب اليمين، واختامها يا قاف وقف واستعد، أقولها عن ربعي المتواجدين، تستاهل التكريم والله يا سعد، مجمل ربعك وحنا مجملين. سلامتك. صح لسان شاعرنا. عشان تعرفون نجمنا اليوم يده ما هي بطويلة بس في بداية، حتى راح هناك يوم حق المشاكل في الثامنة. من خلال فيلم وثائقي يستعرض مسيرة نجمنا هذا المساء سعد السبيعي خلال برنامج زد رصيدك في نسخته السادسة، قدم هذا العمل ونفذه من فريق إعداد برنامج الثامنة مطلق السبيعي. ورينا شغلك يا دود الشريان. Dear audience, dear ambassador, this is the time for documentary films about our TV star سعد. الطموح هو الطاقة الروحية في حياة الإنسان، والخطة العقلية التي تنظم حياتنا والتي تدفعنا نحو المستقبل.
ولا قيمة لوجود الإنسان إن لم يكن طموحا. سعد بن عبيد السبيعي جسد لنا أحد معاني الطموح بالإصرار والعزيمة. نشأ وتربى سعد في كنف والديه في بيئة شعرية ومتذوقة للشعر، فمنذ الصغر يطرب على قصائد أبيه رحمه الله، متعودا بمناداته بالأبيات الملحنة التي تحمل في معانيها السعادة بالطفولة. كانت لحظات طفولية جميلة، لكنها خلدت وزرعت بذرة الشعر لديه. العيش في البيئة المدنية لم تعزل سعد عن تنمية موهبة الشعر لديه، فيوما بعد يوم تترابط الأبيات لتجعل منه شاعرا متمكنا معززا ومقويا تلك الموهبة بالقراءة في الأدب والتاريخ. لم تقف الموهبة عند الشعر فقط، فقد طرق سعد باب الإنشاد ليضيف إلى رحلته في الحياة موهبة أخرى نالت إعجاب من حوله. نال سعد إعجاب الجميع، وزادت لديه الحماسة لطرق أبواب التجارب للبحث عن النجاح. وليس هذا فقط، بل النجاح بطعم التميز. كثير من المحطات يتوقف بها سعد ليتزود بتعزيز مواهبه، لكن محطة الإعلام هي المحطة الأهم، فقرر أن يدخل تحت الأضواء ليدلي بدلوه مع المتميزين. وصل سعد إلى أبرز البرامج الجماهيرية في تلفزيون الواقع عبر قناة بداية في البرنامج التنافسي زد رصيدك، والذي يجمع بين الإثارة والتشويق والتحدي وإبراز المواهب. بداية ما كانت إلا البداية. انطلق برنامج زد رصيدك في نسخته السادسة، معلنا سعد التحدي والانطلاق نحو التميز. الملح كلنا مضبوط، كلكم مضبوط إن شاء الله. وزن مقادير الطبخ حنا اللي واثق يقول كذا. يحتوي برنامج زد رصيدك على العديد من الفقرات يثبت فيها المتسابق جدارته ليزيد من رصيده، وكان لسعد نصيبا من التميز فيها. لم تكن الفقرات لدى سعد لجمع الرصيد فقط، بل كانت تحمل في طياتها الرسائل الهادفة لتحاكي قضايا المجتمع، كفقرة فلاش موب والتي تميز بها سعد لتترك أثرا جميلا لدى الجميع. إن ما عفيت الوجه ربي ولا اطلب دية مقدورة ومعقولة، ما نعترض في شرع ربي كلا، بس الدية هذه تقوم دولة. أشواط جميلة قطعها سعد في القرية ليستمر بحصد النجاحات في فقرات البرنامج. لم يكن الشعر غائبا وبعيدا عن سعد، فبيت القصيد يرافقه في كل مكان في القرية وفي كل حدث. أختي ومن غير أختي تعرف الأسرار. أختي ومن غير أختي تعرف الأسرار، أسرار يلي ما حد عارف بها. حين ينتشي المستمع والمشاهد عند سماع القصيد، فاعرف أن سعد هو الشاعر، فهو يخاطب الجميع ببيت القصيد. متكل بالله وبه كل شيء طيب، ثم بإخواني عساني ما عدم. يا سلام، والله أن الظن فيهم ما يخير، المراجل عارفة كل شخص منهم. يا سلام، ما جهلهم للبعيد وللقريب، فعلهم في كل موقف شاهد لهم. ناس شيخ في المواقف ما تغيب، روس قوم من وشد التاريخ. يقولوا له هني في الهناقر تعنيت واخذت من لوعات الايام شفي، ابغى غنى ودوني البيت، ودوني الحين ابغى غنى ودوني الحين للبيت، ولا ترى بالحاش وانا متخفي. برعاية خفي صح لسانك. سعد يستخدم الشعر كسلاح له في القرية، فعندما غزاه الشوق لرؤية ابنته غنى قرر أن يطلق أبياته ليحرك شاعرا صغيرا بداخل سامي الجعوني ليأتيه الرد المفاجئ. قولوا له إني من كلامه حسيت. يا سلام، قلبه وصوته عن غنى ما يوفي. الشوق لا جاء من كل شيء تمنيت، رحت باب القرية وفتحته بكفي. تجتمع في القرية جميع اللحظات، فالجميع عاش فيها لحظات الفرح والحزن والمزح والجد، وكذلك اللحظات العصبية. من أكثر شخص يعني تشجعينه؟ سعد السبيعي. سعد السبيعي، ليش؟ عشان قصايده، يعني هو شاعر بعد وصوته حلو. ما شاء الله. طيب وش تقولين له؟ بس قبل النتيجة، الأسبوع الماضي كان نمونيه صح ولا لا؟ أي. عندك نصيحة له؟ هو شاعر صوته حلو، بس يعني لو يعني قصايده شوي يعني يلقيها كثير يجي يعني شوي. طيب نتيجته وش هو سعد؟ أنا أحبك وأعزك، بس أنت مبروك رجعت القرية. التخطيط السليم قاد سعد إلى إثبات جدارته بتدشين عددا من الأعمال المميزة له.
يا بداية انت في القمة، يا بداية انت في القمة، فوق رجم متعب الرقي، فوق رجم متعب الرقي، والعدو قد مات في همه يوم ما صار الذي يبغيه. يا قلب لا تحزن على كل ما جاك الحزن والفرح باكر يا بيجيك، كل سار همه على كيف يجفاك، صار التنافس بينهم من يجافيك. ضربة معلم. يبدو أن سعد في جعبته الكثير في المشاريع التجارية وريادة الأعمال. من أحد الأهداف لديه المكان والتوقيت لم يكن غافلا عنه، فقد دشن شاي السعد ليكون أول إصابة للهدف بنجاح. المبادرات هي صفة للإنسان الناجح، وسعد كان مبادرا. سعد من أبرز الشخصيات اللي اشترك في البرنامج للسنة هذه. سعد تميز بحبه لزملائه. سعد كانت له مشاركات جميلة. أي ضيف يجي للقرية ولزملائه سعد ينفرد 5 دقائق إلى 10 دقائق ويكتب قصيدة ترحيبية في الضيف اللي جاي، فيضفي له روح ومودة ومحبة. سعد أنا سميته لقبته في كلام اليوم روح البداوة. راهنت على سعد في أيام زد فرصتك. حقيقة من أول ظهور سعد على المسرح كان ظهور واحد جاي يقدم نفسه بكل جدية. وقفة سعد على المسرح وقفة نجم، وقفة بطل، وأنا شعرت وقلتها حتى لشعوريا أنت ستكون رقم صعب. بالمناسبة سعد يمكن ما حقق ألقاب، وأنا أقول دائما هذه الألقاب ما تمثل شيء في طريق النجومية. سعد أنا أجزم أنه سيكون نجم مستمر إلى أمد طويل إن شاء الله عز وجل، لأنه يملك موهبة ويملك جماهيرية ويملك حس النجومية الحقيقية. سعد الشاعر، سعد الموهوب، سعد كان يتميز عن بقية المتسابقين بعدة أمور. أول شيء أنه كان لديه محبين وجماهير كثر، يجد الدعم منهم ويجد الدعم من الأقارب والقريبين. تميز بأن أضاف لمسته الخاصة. سعد أتى بشاهي السعد، أتى بخيمة السعد، أتى بأكثر من حاجة. هذه كلها لمسات تضاف لسعد، وفعلا نعرف بعدها لماذا هو ملك قلوب هذه الجماهير الواسعة. نبارك لأهالي سعد بسعد، نبارك لأنفسنا بهذا الموهوب، ونسأل الله أن يوفقه ويزيده من فضله. سعد أنا أعتبر في هالبرنامج تميز عن بقية النسخ، وهذا أقولها بدون مجاملة. إعداده أنا ما أدري من وراه اللي قاعد يشتغل. لو دريته كان وقعت معه عقد. يعني تفاعلهم في القرية، إعطائها أفكار، برامج. بتشوف خيمة السعد، المنتج شاي السعد، يعني حتى تجاريا دخل فيها الأحصنة والجمال وغيرها. وجود يعني خلينا نقول لك يكسر رتم المتسابقين، فهو داخل وعنده إعداد عالي. فهذه ميزة سعد هالسنة، أو تميز عن بقية المتسابقين في السنوات الماضية، وكل متسابق يتميز بشيء. انتهى برنامج زد رصيدك، ولكن للتو بدأ سعد في زيادة أرصدة النجاح، وبعد بداية تأتي البداية. أحلامنا وآمالنا واغلى الطموح في بداية قد تحقق ما نبي، صرح شامخ غير عن كل الصروح، يستفيد الشيخ منها والصبي. يا بداية أنت في القمة، يا بداية أنت في القمة، فوق رجم متعب الرقي، فوق رجم متعب الرقي، والعدو قد مات في همه يوم ما صار الذي يبغيه. دس سمو مات في سمه، دس سمو قهرنا والقهر مشقيه. يا شباب الهمة الهمة دقت ساعة حال التنبيه، من وانا برد خمة، من وانا برد خمة، ثم نحوس حسني صحي، ثم نحوس حسني صحي. شباب الدين والذمة والخطا ما حنا بنزكيه. ما رأيناه من نجومية كان شيء من أشياء
سميها اختصار، سميها اختزال، سميها ما شئت من كثير من العطاء. سعد ورفقائه في تلك النسخة السابقة للأمانة قدموا مبادرات وقدموا وقفات وقدموا للواقع وقدموا للشباب الخليجي أسطورة، قدوة، قمة، سميها ما شئت من الأسماء. للأمانة يستاهلون، نعطيهم تحية بعد، والله يستاهلون، عشان لا يقولون في عنصرية بين 5 و6. نرجع مرة ثانية للجزالة وللأبيات وللمعنى. نرجع مع ضيفنا اللي تميز وتسمى بعدة مسميات، ولكن كان من أهمها وأبرزها أن يكون مشاركاً وأحد نجوم شاعر المليون، شاعرنا جزل بقمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم كل خير. مرحبا يا طويل العمر، مرحبا بسعادة السفير. احنا الحين المترجم بيبلش في القصايد ما يقدر يترجمها. أنا أبارك لأخوي سعد وأتمنى له التوفيق، واللي مثل سعد حزامه سلطان وإخوانه وسبيع الغلبة ما عليه خوف. الليلة على طاريها تبرق وترعد والفرح قافيها، الليلة الحفلة لها رونقها على شرف جيتك يا راعيها. يا مرحبا بك يا عريب المنسب، ترحيبة وجه السعد يبديها. يا سعود وامجاد الفخر تفخر بك، كفك من امجاد الفخر ماليها. يا سعود وامجاد الفخر تفخر بك، كفك من امجاد الفخر ماليها. حر مطاليعك تسر الناظر، من راس ابو ناصر داعيها. سيف مجرب فاللقا ومعرب تلطم عيون خصامك وتعميها. حر مطاليعك تسر الناظر، من راس ابو ناصر داعيها. سيف مجرب فاللقا ومعرب تلطم عيون خصامك وتعميها. النادرة تتعب لها وتشمر، مثلك يا حمي الوغى يشريها. يا الفيصلي النادري، يا الفيصلي النادر المتفضل، مدات جودك ما حد يحصيها. وعلى سفير الدولة اللي جانا أزكى تحية بالغلاء نهديها. نايس تو ميت يو يا سفير الدولة، ويسي ويلكم والشرف كاسيها. الفيصلي النادر المتفضل، مدات جودك ما حد يحصيها. وعلى سفير الدولة اللي جانا أزكى تحية بالغلاء نهديها. نايس تو ميت يو يا سفير الدولة، ويسي ويلكم والشرف كاسيها. في حفلة اللي يحتمي ميقافه يشهد على أول هدته تاليها. سلطان لا تزهم ولا تندبنا، عقب صبي كلمته يثنيها. سلطان لا تزهم ولا تندبنا، عقب صبي كلمته يثنيها. سعد وريث الطايلة وحزامك، رجله على درب العلا حاديها. مثل بني عمه وجمل ربعه السبيع، تفخر به ويفخر فيها. شبل تسلسل من فود الوادي اللي على الحاضر شاهد ماضيها. سعد وريث الطايلة وحزامك، رجله على درب العلا حاديها. مثل بني عمه وجمل ربعه السبيع، تفخر به ويفخر فيها. شبل تسلسل من فهود الوادي اللي على الحاضر شهد ماضيها. أهل القنا والوقفة المشهورة يتشهد لها الأحداث ومغنيها. تكسر يدين الخبل ما تصلها، وغبنه في معاليق الحشا يفريها. أهل القنا والوقفة المشهورة تشهد لها الأحداث ومغنيها. تكسر يدين الخبل ما تصلها، وغبنه معاليق الحشا يفريها. يقول ابن دفنة في مجمل قوله وعياد ربي فالسنة مضويها. الله يقول ابن دفنة في مجمل قوله وعياد ربي فالسنة مضويها. الله يسود وجهه من يجحدها، والله يبيض وجهه من يحميها. المرجلة يقول ابن دفنة في مجمل قوله وعياد ربي فالسنة مضويها. الله يسود وجهه من يجحدها، والله يبيض وجهه من يحميها. المرجلة درب طويل واعر، ما هي بسكة يوم يبغيها. وأهل الوفاء والسيرة المحمودة الله لا يحرم ولا يخليها. سلامتك. على ما يقولون معلقي كرة القدم، لله دره ما أروعه. يستاهل تحية، والله يستاهل تحية.
ولأن النجومية تحتاج إلى أعمال احترافية، وتحتاج أن تواكب ما وصل إليه التواصل الاجتماعي من عطاءات كبيرة، وما تقدمت به الدعاية والإعلان والإعلام في هذا العصر. قرروا صقور السعد هناك أن يصاحبوا المسمى وأن يجعله متواصلا لمسيرة نجمنا هذا المساء. قرروا في هذا المساء وأن تكون برعاية ملكية تدشين مؤسسة صقور السعد لتنظيم المعارض والمؤتمرات. نبارك لهم أول لبناتها لهذا المساء، ونتمنى ونطلب من الله أن يواكبهم النجاح وأن يكون حليفهم بإذن الله. Dear Ambassador, now is contacting SAD Public Institution for conceptions and conferences. برعاية راعي هذا الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد الرحمن بن ناصر آل سعود، وأيضا سعادة سفير جنوب أفريقيا القائم بأعمال السفارة في المملكة العربية السعودية السفير محمد عباس خان، ندشن هذا المساء مؤسسة صقور السعد لتنظيم المعارض والمؤتمرات، لأن النجم يحتاج أن يكون هناك في المعارض وفي المؤتمرات وفي المهرجانات، جعلها تكون مواكبة لهذا الحدث. ألف مبروك. أبشر بنا يا سعد بالوقفة الصارمية، أبشر بنا يا سعد، أبشر بنا يا سعد بالوقفة الصارمية، أبشر بنا يا سعد، حنا صقور السعد نكفى. اليوم يتواجد معنا طاقم قناة بداية من قلبوا الموازين على مستوى التواصل الاجتماعي وأيضا على مستوى الأحداث. نعلم أن هناك عدة برامج عالمية ونسخ مكررة من برامج عالمية، ولكنهم قلبوا الطاولة وجعلوها البرنامج الأول على مستوى الوطن العربي. وحتى بما أننا من أصحاب نسخ سابقة وجدنا الكثير من الإشادات وصلتنا عبر التواصل الاجتماعي من عدة مدن أوروبية وحتى أمريكية، لذلك نحن نرحب ونشد باليد ونتمنى أن تتواصل مثل هذه البرامج لتدعم الشباب، وهي فكرها الأول والأساسي. شكرا الشيخ عبد العزيز العريفي، وشكرا قناة بداية على جل ما تقومون به. اليوم مع نجمنا، ولأنه متواجد ولأنه محتفى به، فمن الضروري ومن اللازم ومن الواجب أن يقدم لنا كلمة في هذا المساء المتسابق والنجم والمميز سعد السبيعي. Dear Ambassador, now we will listen from our TV star Saad a few words. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير. أولاً بيض الله وجيهكم جميع على تلبية الدعوة وعلى الحضور، وأشكر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود على تشريف الحفل، وأشكر الشيخ عبد العزيز العريفي مالك قناة بداية على تشريفه، وأشكر كل من حضر كل من تعنى من بعيد ومن قريب. أشكر أخوياي نجوم زد رصيدك 6 ونجوم زد رصيدك 5 الجميع. أنا والله ما ودي أذكر أحد وأنسى أحد، أني ما سجلت شيء ولا حضرت شيء. بيض الله وجيهكم على الحضور وعلى الدعم. أشكر صقور السعد في كل مكان في كل أنحاء السعودية وبرا السعودية، بيض الله وجيههم، ادعموني من البداية للنهاية ما قصروا معي. أشكر إخواني استاهل. بيض الله وجيهكم جميعا. أنا ما أقدر أكمل لا أنتم. من الجميل أن تخرج وتلاقي كل هذا الزخم وتلاقي كل هذا الاحتفاء والتقدير من الأقربون، لأنهم أولى بالمعروف، فلذلك تشعر بالفخر حتى لو ما جبت الأول ولا الثاني ولا حتى الثالث، أن تجده من الأقرباء ومن ثم الجمهور، فأنت بذلك وصلت إلى القمة وإلى المبتغى من هذا البرنامج. نرجع مرة ثانية للشعار ومحبي الشعر مع شاعرنا لهذا المساء ناصر بن دحيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل من يتابعني على صدري وسام، ولا بد يدريبي ويدري بوضعي. أنا من الصيعر من داغيش السنام ومن دار أخو نوره من روس ربعي. ما عليكم زود. أمسي بالخير على راعي هذا الحفل وجملنا بحضوره وشرف أهل الحفل والمشاركين جميع. الله يحييك. يا راعي المحفل ويا الحضار من هذا المقام، بسم الله الرحمن ببدأ والبيوت مرصعة، وأنا حضرت وعارف حضوري ما هو بيت كلام. اتعب على المعنى وجيب المفردات موقعة، ختمي عليها مثل ختم العود في قصر السلام اللي اليوم مصدر المرسوم ما حد رجعه. ختمي عليها مثل ختم العود في قصر السلام اللي اليوم مصدر المرسوم ما حد رجعه. والليلة بيوت الشعر براق وجهام، أما في الساحة تسوي هدوء ولا زوبعة. والليلة بيوت الشعر براق وجهام، أما في الساحة تسوي هدوء ولا زوبعة. في حضرة أمير المكارم والمهمات الجسام اللي تشرفني مقابلته وشعري يسمعه. في حضرة أمير المكارم والمهمات الجسام اللي تشرفني مقابلته وشعري يسمعه. مبطي أقول سعود، مبطي أقول سعود له عندي معزة واحترام، أقدر الرجال من فعله وذكره واسمعه. والله لو أذكر ما يجول بخاطري ما هو حرام، لكن نشوف الوقت ضيق والمشاعر مسرعة. وبختصر في شطر واحد واختصار الكلام إنك وريث المجد من كل الجهات الأربعة. يا سعد لك عندي سواليف وأخبار بصعد بها يم نجوم المطلة، وإذا وصلت طالع يمين ويسار بشوف لي كوكب مرسي محله بأمر الكريم الواحد النافع الضار ما مل من جوه ولا الجو مله. وبقول بأعلى صوت من فوق الأقمار في موقف ما كل رجل يصله. أبو غنى فوق الفضا شبله نار وسيف المراجل في يمينه يسله. وبقول بأعلى صوت من فوق الأقمار في موقف ما كل رجل يصله. أبو غنى فوق الفضا شبله نار وسيف المراجل في يمينه يسله. الشاعر اللي ينتقي عذب الأشعار يدل القوافي، والقوافي الدله له في مجال الشعر منبر ومظهار يشل الحمولة، والحمولة تشله يستاهل التقدير بالسر وإجهار مدام وافي والوفاء عاد له بحجز مكانه والمجرات حضار. وبقول قل للجدي يا سهيل قل له أبو غنى فوق الفضا شبله نار وسيف المراجل في يمينه يسله. يا عبيد بن عياش يا ضلع سنجار ما مات من خلف جبال وجبله، هم فخر للغلبة وهم فخر للدار وهم فخر وهم رمز للخوة وللطيب حله. يا عبيد بن عياش يا ضلع سنجار ما مات من خلف جبال وجبله، هم فخر للغلبة وهم فخر للدار وهم فخر للخوة وللطيب حله. ومن لامني في سبيع وفينا الاشبار قولوا له يعالج ترى فيه عله. سلامتكم. لا أنت يا ناصر، ولأن دائما يقول يا أخي الشيء بالشيء الشيء بالشيء. قلنا يا ناس طيب جيبوا لنا واحد يقول شيء، لا جيبوا لنا واحد ينشد لنا. والله غيروا شوي، قالوا لا راعي الحفل عنصري شوي مع الشعر. قلنا تم هدا. نكمل مع شعارنا لهذا المساء، شاعرنا ناصر بن شويشان الشاعر المميز. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميع. أرحب صاحب السمو الملك الأمير سعود بن عبد الرحمن بن ناصر سعادة السفير، وأقول مرحبا يا سعود كساب المدايح، يا الأمير اللي مواقيفك كبيرة، لو نقلط بالغلاك من الذبايح انقطع سوق الحشو في كل ديرة. أما قصيدة المشاركة أقول
يا حادي الخاطر على ساحة اللوم لا ضدي ولا نيب ضده، لكني أدفعها مع الوقت وأقوم ومقامي اللي قمت كل يعده. من دون ربعي كل أفكار وعزوم، لد النظر يا حادي العيس لده، يا عبيد بن عياش مرحوم لك سيرة يا عبيد تحتاج رده، لكن على حفل ولدك بفرق السوم وبقدم لك الطيب تشده. لكن على حفل ولدك بفرق السوم وبقدم لك الطيب تشده. بالله يا صقور السعد نبغي اليوم هاشتاج في تويتر ويضرب ترنده، الحفل بحضور ومشاهير ونجوم تكريم منصافح وفاكم بيد. نادر حرار مفتش بيه معدوم، تغار من فعله رموز الأشدة، لأنه حفيد شيوخ وأبطال وقروم، ما هو حفيد طروش مكة وجدة، ولأنه حفيد الليل يغار تلقوم يثنون ويندون رؤوس الأندة، ولأنه حفيد الليل يغار تلقوم يثنون ويندون رؤوس الأندة. ألاد صامل خصمهم يحرم النوم، صواعق في سهلة مجرى هده، مقادم الغلبة من أفعال وسلوم، تاريخهم كتب الروى ما تسده، وسعد تقدم وبيض الوجه محشوم، والداب ما طين على أطراف خده. يا أبو غنى لوح لنا وانت زيزوم، لأجلك نقوم وكل عايق نهده، يا مجمل في سبيع شايب وشغموم، كنا البيوت تقول عشه وغده. يا مجمل في سبيع شايب وشغموم، كنا البيوت تقول عشه وغده. الكفو جعله يبطي سنين ويدوم، واللاش لا من هف لحد يرده. الحر ما يطلع مطاليعه البوم، والذيب ما يقدر برجل يوده. ودك يشوف امطار وبروق وغيوم، راس على ما قيل ما فيه قده. سلامت. لا أنت يا ناصر. ولأننا لا ننسى أبداً أن نشارك إخواننا في فرحنا وفي احتفالاتنا. أخواننا في فلسطين أرادوا أصدقائنا في النسخة السادسة أن يكون تدشينهم ضمن احتفال صقور سعد في حفل وتكريم سعد السبيعي، فأطلقوا أوبريتا لهذا المساء سموه فلسطين، من كلمات نجمنا سعد السبيعي وأداء صاحب الصوت الدافئ خالد محميد، وصاحب النجومية المسبقة للأمانة من عمان محمد الذهلي. Dear Ambassador and audience, now operate about Palestine, and the word has been written by our TV star Saad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم. والله أكبر شرف شيخنا الحبيب مشايخ، أكبر شرف إنه إحنا نتواجد في حفل صقور السعد لسعد السبيعي اللي هو أخونا، اللي نعتبر أنفسنا كسبنا أخ لم تلده لنا أمهاتنا. بالنسبة لي سعد السبيعي طبعا كتب كلمات لفلسطين الحبيبة، وتشرفنا أنا والحبيب خالد المحيميد إنه ننشد هذه الكلمات، ونتمنى أنها تنال على إعجابكم، لأن هي من ألحان فولكلور عماني وكلمات سعد السبيعي وأداء خالد محيميد ومحمد الذهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك لأخوي سعد السبيعي الاحتفال الجميل. وسعد السبيعي والله العظيم كسب 24 شخص، 24 أخو، الله يسعده، وما شفنا منه إلا الطيب، الله يجعل من رباب الجنة يا رب. طبعا تشرف أنا محمد الذهلي أننا نقول كلماته بالإنشاد فلكلور عماني، وإن شاء الله أنه ينال على إعجابكم بإذن الله. يودندن يودندنه دان اللي دان يودندني دان اللي دان بالقلب نبضه للقدس دايم تناديني. سلام الله على بنت ربت في قلبي وعيني، خذت عقلي وانا طفل ودرب الحب ما دله، اردد اسمها واحفظ صورها
للقدس دايم تناديني. أنا أشهد حبها يا ناس منذ الصغر مشقيني، لازلت أحلم بشوفتها وجيتها على الملا. ألا يا بنت شوفي حالتي وشلون شوفيني، تردد حالة اللي روحه لي شوفتك من تلا. يا دنداني يا دندانه دانا اللي داني يا دنداني، دانا اللي داني بالقلب نبضه للقدس دايم تناديني. يا داعي اللي يحبه ما بأحد يداويني، يا الغزي اللي أفكر به سنين ولا أبي حلا. خذي قلبي خذي روحي خذي أيامي وسنيني، وبلحظة بها شوفك دمع العين باهلا. يا دنداني يا دندانه دانا اللي داني يا دنداني، دانا اللي داني بالقلب نبضه للقدس دايم تناديني. ألا يا ناس دلوني على درب يوديني، على دار بها قلبي تولع وانتزع كلا. فلسطين الحبيبة حبها وسط الشرايين، أنا عشقها كثر عشق الخليل اللي عشق خلاه. يا دنداني يا دندانه دانا اللي داني يا دنداني، دانا اللي داني بالقلب نبضه للقدس دايم تناديني. عسى الله يرفع الغمة ويجتاز الصهايني، ويجي يوم لنا العزة يذوق به العدو ذله. يجي يوم واسافر لك ويا فرح قلبي وعيني، واشوفك بعد هالمدة على احسن حال وحل. يا دنداني يا دندانه دانا اللي داني يا دنداني، دانا اللي داني بالقلب نبضه للقدس دايم تناديني. يعطيكم العافية، يعطيكم العافية. ولأن العطاءات ولأن ما يقدمه كل شخص يحتاج للأمانة إلى تكريم يتوج ذاك الجهد ويتوج ذاك التعب ويتوج تلك الأيام السابقة والذكريات الماضية، نستأذن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد الرحمن بن ناصر آل سعود، وأيضا سعادة سفير جنوب أفريقيا القائم بأعمال السفارة في المملكة العربية السعودية السفير محمد عباس خان، بالتفضل على المسرح من أجل أن نقدم التكريم الآن للأناس الذين قدموا وللناس الذين كانت لهم تلك البصمة في تلك الأيام. أسماء المكرمين في هذا المساء: قناة بداية الفضائية، بداية قناة بداية الفضائية، فليتفضل الشيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز العريفي ممثل قناة بداية ومالكها وصاحب هذا الإنجاز العظيم والمميز. Dear gentlemen, now time to appreciate who supported our TV star Saad during his participation in the last 3 months in Bidayah channel, and the supported for the channel's companies and businessmen. قناة الصحراء الفضائية. الراعي الإعلامي لهذا المساء قناة الصحراء الفضائية. الأستاذ عبد الله السبيعي. قناة أبو جود الدعوية، الراعي الإعلامي كذلك لهذا الحفل في هذا المساء. قناة سائح تيوب. قناة دايركت.
موجود. منبر إعلامي سبيع. الشيخ جفران بن فلاح الجفران. الشيخ فلاح بن فايز بن جفران. الأسماء العديدة التي شاركت خلال فترة زد رصيدك 6 وقدموا كل الدعم وقدموا كل العطاءات. هذا المساء نسعى ولو بشكل بسيط لتكريمهم ولقول كلمة شكرا على جل ما قدموه في تلك الأيام السابقة، وأن يكون ممثلهم قد مثلهم خير تمثيل، وهو بالفعل كذلك. المركز الاستشاري شركة اتحاد القمة. شركة واحة المشاعر. كل القنوات التي كانت مواكبة لأحداث زد رصيدك 6 تشرفنا هذا المساء، أيضا مع بعض القنوات التي قامت للأمانة بالاعتذار من حضور هذا الحفل نظرا لارتباطها. شركة مسك. شركة إحساس العالم. شركة عالمك للسفر والسياحة. مؤسسة دوحة المملكة. مؤسسة الحبيش. مؤسسة كوخ الأحلام. مؤسسة حديقة الزهور. اسطبل العساكر. مربط الحرداء. ضمن الأشخاص اللي شاركوا في نسخة زد رصيدك 6 بتواجد العديد من الأحصنة والخيول في زد رصيدك 6 دعما لنجمهم وعطاء لما قدمه سعد السبيعي في نسخة زد رصيدك 6. محمية المها. فريق انتماء تطوعي. فريق انتماء تطوعي. الماجد للعود. مؤسسة موقع مكاسب. مدرسة
مدارس المتقدمة الأهلية. الدكتور فارس السهلي. رغم ظهوره القليل على الشاشات إلا أنه كسب تلك المحبة الكبيرة، نجم خلف الكواليس إن صح تعبيرا، الدكتور فارس السهلي. الإعلامي ومقدم فقرات هذا الحفل والمبدع تركي محمد. المخرج محمد الحويماني. الإعلامي مطلق السبيعي. الأستاذ عبد الله بن محمد الخلف. الأستاذ فهد بن مترك القحطاني. اوكي سحبت هذا، جاني غصة يا رجال. الآن تكريم نجمنا المحتفى به هذا المساء، صاحب صقور السعد الشموخ الكبرياء، صاحب الجزالة والشعر، صاحب تلك المباريات الرائعة، صاحب الوقفة المميزة، أيضا ما حدث في فلاش موب جعله يتحدث وحيدا ويخرج خارج السرب وحيدا. سعد السباعي. تكريم من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد الرحمن بن ناصر آل سعود، أيضا كذلك سعادة سفير جنوب أفريقيا القائم بأعمال السفارة في المملكة العربية السعودية السفير محمد عباس خان. ذكرنا في البرنامج بأنهم صقور السعد، وذكرنا بأنهم أصحاب المبادرات، لذلك أحبوا أن يعيدوا التكرار ويعيدوا الأحداث بعد أيضا برنامج زد رصيدك 6، وقفة وفاء من صقور السعد ومشاركة للفرحة مع زملائه في البرنامج. أحب أن يكرمهم هذا المساء وأن يقدم لهم أيضا التكريم وأن يفرح بتتويجهم بالثلاث مراكز الأولى. نطلب من الشيخ عبد العزيز العريفي أبو محمد مالك قناة بداية يتفضل معنا على الستيج، لأن الشأن أصبح شأن قناة بداية، الوضع اختلف الحين. صاحب الإنجازات وقلب الأمور هناك. إذن تكريم الثلاثة الفائزين في زد رصيدك 6، نبدأهم بصاحب المركز الثالث محمد عثمان. تقدم أحد الشباب أحب أن يكرمهم هدية محمد. تقدم يا الطويرش هدية محمد عثمان تستلمها بالنيابة عنه. إذن الطويرش
المشارك في نسخة زد رصيدك 6 يستلمها نيابة عن محمد عثمان. أحب سعد السبيعي والقائمين أيضا على فريق دعمه أن يشاركوا هذا المساء التكريم في معية صاحب السمو الملكي، أيضا وفي تواجد سعادة السفير، وأيضا بيد الشيخ عبد العزيز العريفي صاحب قناة بداية. منشدنا وصاحب الشيلات وصاحب الكاريزما وصاحب الحضور وصاحب اللفتة وصاحب المبادرة، صاحب المركز الثاني صالح الزهيري. صاحب الابتسامة وصاحب الحدث وصاحب الإنجاز، ومن كان متواجدا في كل الهاشتاجات في ختام زد رصيدك 6، صاحب المركز الأول بندر العلي. يستاهل ولد حرب. الآن من شرفنا هذا المساء وتواجد برعاية كريمة نشكره عليها، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد الرحمن بن ناصر آل سعود، تكريما لراعي الحفل هذا المساء من سعد، وأيضا فريق دعمه وقائد فريق الدعم أبو ياسر سلطان بن عياش. تكريم سعادة سفير جنوب أفريقيا القائم بأعمال السفارة في المملكة العربية السعودية السفير محمد عباس خان. الآن مع الفلكلور النجدي والمحبب دائما والمتواجد في كل المراسم العرضة النجدية. Dear Ambassador, now is the Saudi Arabia traditional dance.
ضيوفنا الأكارم، ها نحن أيها الضيوف الكرام نأتي وإياكم إلى الختام جولتنا المباركة، وإنه لا يعز علينا الفراق بعد اجتماع والبعد بعد لقاء، ولا يسعنا أحبتنا الكرام في هذا الختام إلا أن ندعو الله لنا ولكم التوفيق الذي جمع شملنا هذا في هذا الحفل المبارك. وها هو وقت الوداع قد حان، وزمان البين قد آن، وإلى لقاء قريب، وعلى الأفراح نلتقي. تفضلوا على العشاء، مرحبا ومسهلا، حياكم الله، شرفتونا. بعد العشاء إن شاء الله سيكون هناك تكريم وهدايا مقدمة من شركة واحة المشاعر للسياحة والماجد للعود لنجوم زد رصيدك 6. الآن تكريم الفارس هذه الليلة المتألق سعد السبيعي، التكريم من مربط الحردة، وبيض الله وجيههم على هذه المشاركة الجميلة. حنا صقور السعاد وابشر بنا يا سعاد، ما همنا اللي قعد وابشر بنا يا سعاد، حنا صقور السعاد. الآن تكريم النجوم زد رصيدك 6 وإعلاميين. التكريم مقدم من شركة واحة المشاعر للسياحة. وكذلك هدايا مقدمة من الماجد للعود. سيقوم بالتكريم الأستاذ علي السبيعي رئيس شركة واحة المشاعر للسياحة. الأسماك التالي: الأستاذ الدكتور فارس السهلي. طبعا فارس السهلي أعتقد أنه مشى. الرحالة أبو نواف. وين أبو نواف؟ أبو نواف، أبو نواف الميموني، تفضل. هدية تذكارية، هدية مقدمة من شركة واحة المشاعر. تستاهل، تستاهل كل خير. يا مرحبا مليون، أهل الكويت. والرحال مسلم الصيعري وسلمان. أبو سلمان وينه؟ يا مرحبا، يا مرحبا، هلا أبو سلمان. يستاهل أبو سلمان، مرحبا ومسهلا، شرفتنا. وهدية لسعد السبيعي. يستاهل أبو سلمان، يا مرحبا. الأستاذ الإعلامي سالم الخنفري. والإعلامي عبد الرحمن المطيري. واحد ينوب عن عبد الرحمن. ونعم بن دافنة، ونعم. الإعلامي عبد المجيد الفوزان. راضي زيد. وينه؟ منيف الخمشي، الخمشي، معليش. مساعد حماد. بسام الشراري. محمد المسعود.
هنا وين هنا الإعلامي سعد الدوسري. الإعلامي وائل خواجي. الإخوان والمبدعين عبد العزيز الزيد وعبد الزايد وعبد الرحمن الزايد. مكتوب لي الزيد. صالح الزهيري. وفارس رصيدك بدر العلي. بندر العلي. استاذ يا اخي انت كاتب لي اسماء غلط. حد يغلط اسم بندر؟ نعم. مين اللي يغلط اسم بندر؟ قد مكتوب لي بدر. مفلح المشعلي. خالد العميس. راشد القحطاني. محمد عثمان. عمر الملحم. عبد الله بن دفنة. كذلك الإعلامي محمد الذهلي. فارس البشري. شيري. معلش تورطت. ها؟ الإعلامي عبد الكريم الحربي. قناة أبو جود الدعوية. قناة أبو جود الدعوية. قناة ساحة تيوب. قناة سايح تيوب. قناة سايح تيوب.
الأخ رازن العتيبي مدير شركة مسك، يستاهل أبو مدعج، راعي جميل وأخو ويستاهل. سلطان بن عياش، الإعلامي عبد المجيد الطويرش. معلش وين؟ ما أدري. حط شاله، حط شيء، مو شاله خلاص. كلمات وأداء صوت صقور السعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأول الله يحييكم جميعا عند أخوكم سعد وعند العياشة. ثانيا وعند قبيلة سبيع كافة. الهدية من شركة واحة المشاعر وممثلة بشركة مسك الأخ رازن العتيبي وعلي بن فرج السبيعي، هي وعليكم زود. وتكريما لنجوم قناة بداية جميعا وللإعلاميين المميزين، وهي عبارة عن إقامة ليلتين بجوار الحرم المكي الشريف أو المدني. هذا أقل شيء نقدمه لكم، والله يحييكم جميعا. كذلك هناك تكريم لمؤسسة سواعد، يستاهلون مؤسسة سواعد، نشكرهم على جهودهم مبذولة في إنجاح هذا الحفل. ألف شكر لكم. عزنا الله في ربوع بلادنا والفخر يسمو بذكر أمجادنا، كلنا سلمان بن عبد العزيز، والله نطهر بقاع في الثرى عندنا في طيبة وفم القرى، كلنا سلمان بن عبد العزيز. يا سلام